تعرف إن أكتر سؤال بسمعه في الصيدلية هو يا دكتور الوجع اللي عندي ده من الظهر ولا الكلية؟ وساعتها ببص للمريض بلاقي مش بس حد بيشتكي، بلاقي إنسان محتار تعبان وعايز يطمن. النهاردة جالي وليد شاب في الأربعينات قال لي بقالي أسبوع الوجع مش سايبني يا دكتور في ظهري، وساعات بحس إنه من الكلية. ابتسمت وقلت له تعالى نسمع جسمك سوا يا وليد. سألته الوجع بيروح ويجي؟ بيزيد بعد القعدة؟ في حرقان في البول؟ البول لونه غامق؟ قال لي لا خالص، كله زي ما بتقول. قلت له ده ظهرك مش كليتك، وده معناه انك شايل فوق طاقتك وساكت. وهنا وليد سألني السؤال اللي بيجي بعده كل راحة نفسية: طب يا دكتور اعمل ايه؟ قلت له ببساطة: واحد، اول حاجة قعدتك. افرد ظهرك وارفع رجلك شوية وقوم كل ساعة اتحرك. ما تشيلش غلط، انزل برجلك مش بعمودك الفقري. لو عندك كرش خفه، الكرش حمل على ظهرك. 4، امشي كل يوم حتى لو ربع ساعة. 5، كمادات ساقعة أول 3 أيام وبعدها دافية. 6، استخدم كريم فيه شطة أو فلفل أحمر هيريحك بسرعة. 7، ولو الألم استمر أكتر من 5 أيام أو في تنميل في رجلك روح لطبيب. ساعتها وليد بصلي وقال لي أنا كنت فاكر نفسي قوي، بس جسمي بيقول لي كفاية سكوت. كل يوم في الصيدلية بسمع حكايات من ناس تعبانة. مش دايما الوجع بيكون في الجسم، أوقات بيكون من جوه. اسمع جسمك قبل ما يصرخ. ولسه الحكايات ما خلصتش، استناني في الحلقة الجاية صاحبي الجميل. يلا بينا.